بورسعيد تاريخ نعيشه، وبين الماضي والحاضر هنشوف منطقة أثرية تحفة. آه، بقت أطلال. اللي احنا شايفينه ده فندق انترناشونال أو انترناشونال. آم، بقى أطلال. سيما أرض الشارع الصياد، بعض المحلات اللي تحت اللي هيحافظوا عليها وهيسيبوها للمستأجرين. احنا عايزين القيمة الأثرية للمكان. الدور الأول هنستغله. المكان اللي كان فيه الحوض المائي وقناة إيفت اللي عمل المهندس اللي عمل برج إيفت، المكان ده هنهتم بيه. هو المكان بالظبط اللي شاف مسلسل إبراهيم القانون. قدامنا حوض إسماعيل، والمحل نفسه فيه المجمع اللي احنا عايزين يتم آه الاهتمام بيه أثريا. لما احنا شفنا نظرة تخيلية والواقع اللي قام بيها سواء بقى الإليانس أو جمعية بورسعيد التاريخية. يا ريت ما يطلعش حلم صيف، ويا ريت يتحقق، ويا ريت ننقذ ما تبقى من تاريخ بورسعيد لينا وللأجيال الجاية كده في الكلام.